السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اقول انكم وحشتوني كتير قوي 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 من الحلقة اللي فاتت، وليكوا وحشة كبيرة من اخر مرة انا شفتكوا فيها. يلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن ايه، وايه اللي هيحصل مع اسيا وجاسر وباقي ابطال روايتنا. يلا بينا. بالليل كان أبطالنا كلهم نايمين، لكن آسيا صحيت على صوت كابوس، والواضح إن مش هي بس اللي صحيت عليه، لأ، دي العمارة كلها صحيت على صوتها. جسر فضل إن هو يخبط على الباب لحد ما آسيا فتحت الباب وبصت له باستغراب. جسر بصلها باستغراب أكبر. آسيا قالت: نعم، نعم يا جسر، في ايه؟ جسر بتوتر وخوف: آسيا حبيبتي، انت كويسة؟ آسيا باستغراب: على خوف عليه، أيوة أنا كويسة، في إيه؟ جاسر وهو مستغرب: أنتي متأكدة يا آسيا إنك كويسة؟ آسيا: أيوة كويسة، في إيه يا جاسر ما تقول؟ جاسر قعد على الكنبة والباب كان مفتوح. جاسر قال لها: أنتي كنتي بتحلمي، والواضح إن هو يعني كان كابوس، وصوتك كان عالي جدا لدرجة إن العمارة كلها صحيت عليه. بصت له هي عشان تشهق بصدمة، وهي مش مصدقة اللي هو قاله ده. آسيا قالت بصدمة: أنا أنا عملت كده؟ جاسر: أيوة يا بنتي، والله انت مش مصدقاني ولا ايه؟ خدت نفس عميق وهي بتغمض عينيها. جاسر بصلها وهي فهمت البصة دي كويس جدا، بس عملت نفسها عبيطة، حتى مرضتش ان هي تقفل الباب وراه وتمشيه. قالت بكل برود: تمام يا جسر، انا داخله انام دلوقتي، يلا اقفل انت الباب وراك. جاسر مسكها من دراعها. اسيا بصت له. جاسر بصلها وقال لها: اسيا، انا عايز اعرف الزفت حازم ده كان بيعمل فيكي ايه؟ انت كل اللي انت قلتهولي ان هو كان بيعذبك يا اسيا، وباباكي باعك، بس ما قلتليش هو ازاي عقب بيكي، وازاي الحقير ده اشتراكي، وازاي باباكي باعك، وازاي في حاجات كتير يا اسيا انا عايز اعرفها. انتي قلتيلي بس ان هو بيعذبك. اسيا انهارت من العياط ووقعت في الارض وهي بتعيط. جاسر: احكي، احكي يا اسيا، وانا اسمعك بكل اذن صاغية. اسيا قعدت على الكنبة وهي بتاخد نفس عميق، وهي بتقوله: تعالى، تعالى يا جاسر، نروح في حتة بعيدة، وانا هبقى احكي لك على كل حاجة. وفعلا بيلبسوا وبيروحوا في غابة ما بيبقاش فيها اي حد الا اسيا وجاسر بس. اسيا بدأت ان هي تحكي. الموضوع صعب عليها ان هي تحكي الحوار كله بالتفاصيل. قالت زي بتغمض عينيها: الحكاية كلها بدأت، كنت بنت جميلة، كنت طير من غير جناحات، كنت زي أي طفلة بريئة، لكن كل حاجة اتغيرت واختلفت لما كان بابا شغال في القصر خدام عنده، عند حازم ده. لكن في مرة شافني وأنا لابسة شنطة، كان ساعتها عندي 17 سنة، وكنت داخلة بيها وكان شكلي صغنون بحكم ان انا كنت طفلة. لكن هو بصلها بمكر وهو بيقرب منها وقال لها: انت مين؟ ابتسمت له انا ببراءة وانا بقول له: انا اسيا. قال لي وهو بيبتسم: يعني بنت مين؟ قلت ببراءة في اللحظات دي: انا بنت بابا. ضحك هو لثواني لحد ما جه بابا وهو بيحط ايده على ظهري وهو بيقول له: دي بنتي انا يا حازم بيه. حازم وهو بيبص على جسمها الرشيق وعينيها الزرقاء زي النهر، وشعرها الطويل اللي نزل تحت وسطها برغم ان هي صغنونة خالص، وجمالها وبشرتها البيضة زي التلج، وبراءتها اللي تخطف اي قلب، وجسمها الجميل و... وظهر على وشه ابتسامة اعجاب على ملامحه الخبيثة. تاني يوم لقيته جاي ومعاه بابا. استغربت وقلت ما بيني وما بين نفسي: ايه اللي جاب الراجل ده؟ لحد ما لقيته بيقرب مني بكل استمئزاز، وانا خفت قوي منه، لكن هو راح قال لي عشان يطمني، لكن انا كنت عارفه اللي هو بيقوله.
او بمعنى اصح لاني كنت طفلة ما كنتش فاهمة، بس كنت حاسة بحاجة غلط لما لقيته بيقرب مني وبيقولي انتي خايفة ليه يا شاطر؟ خدي بالك انا بقدر قوي الستات الجميلة. كان بيقول الكلام ده وهو بيبص على حاجات، وفي خلال نص ساعة كان هو متجوزها بعد إهانة وضرب، وبعد ما حبس مامتها عشان ما تقدرش إن هي تقرب منها. والأب بعد ما بياخد الفلوس ما بيكملش كذا شهر علشان يسافر ويخلع. كنت حزينة في الأثناء دي، دخلت وكنت زعلانة، لقيته هو بيبتسم لي ابتسامة جميلة، لكن أنا كشرت ببراءة. قال لي مالك يا حلوة؟ ده انتي حتى جميلة، وانا بحب قوي الناس اللي زيك. كان كل كلامه عن المظاهر والشكليات. كمل كملت هي كلامها بانهيار. اول ليلة كانت صعبة قوي. اخدني على البدروم هو خدني على البدروم وهي شدني، ولما سألته هتعمل ايه قال لي انا مختلف، وشداني عشان يطلع فيها كل شهواته. كان بيمسك الكرباج وطرقع بيه كذا طرقعة قبل ما يبدأ يعمل فيا اللي هو عاوز يعمله. جاسر خلاص، آسيا اهدي. آسيا لا لا، حازم بيحب الدم، حازم هيجي هنا. لا حازم هيجي هنا، والله هيجي. فضلت ان هي تجري وتحرك في ايديها ورجليها بعشوائية، وفضلت ان هي تجري وتجري وتجري وهي بتبعد اما عن جاسر، فبيكون مصدوم من حالتها دي، فبيجري وراها علشان هي ما تبعدش وما تعرفش ان هي تجري، وهو ما يعرفش ان هو يلاقيها وهي تغمى عليها. فضل ان هو يجري لحد ما اخيرا بيلاقيها ومسكها من دراعها وهي بتبصله بعصبية وجنون في نفس الوقت. بتحاول ان هي بتبعده بعشوائية وصدمة، لانها في الاثناء دي بتكون في صدمتها العصبية اللي الدكتور قاله عليها. بس هو بيبصلها بصة بتخليها تسكت. البصة دي بيكون معناها الامان والحنية، وده بيكون الرمز ليها. وقعت هي في الارض وهي بتعيط. قرب منها هو ولقى ان جسمها بيرتعش. في الاثناء دي قلع هو الجاكيت بتاعه ولبسه لها وهي لبسته. جسر اسيا انتي كويسة؟ هزت هي راسها وهي بترتعش. قال لها مش هتقدري تمشي طيب اسيا؟ لا انا هقدر امشي. حاولت كذا مرة ان هي تقوم، لكن محاولاتها كلها كانت فاشلة. جاسر شالها وهي اتصدمت. قال لها خلاص انا هشيلك لحد ما نوصل. اسيا قالت لا، المسافة بعيدة قوي، وانت اصلا لو مشيت لوحدك رجلك هتوجعك، ما بالك بقى لما تشيلني انا؟ خلاص يا ستي اطمني، ما تقلقيش عليا. ما كانتش حمل ان هي تتكلم معاه اكتر من كده، لان جاسر عنيد ومش هيسيبها، زائد ان هي فعلا تعبانه جدا ومرهقه. فضل ان هو يمشي بيها ورجليه حرفيا كانت واجعاه قوي، لحد ما اخيرا وصلوا العماره وطلعها هو لحد باب البيت، هو برضه شايلها. قال لها بحنيه واضحه جدا على وشه وكلامه اسيا انتي كويسه دلوقتي؟ اسيا قالت بحب انت اللي كويس، انت تعبت قوي بسبب انك شلتني والمسافه كانت بعيده، قلت لك ما تشيلنيش. جسر بعصبيه متكونه بحنيه. يا ابويا عليكي يا اسيا، خلاص يا بنتي انا كويس، ما تقليش ولا تشغلي بالك يا ستي، انا هو كويس، يلا سلام بقى. بصت ناحيته بحب. معقول في حب بالطريقه دي؟ لا ده مش حب، ده عشق، وما فيش زيه كمان. مفيش حد ممكن يعمل اللي هو بيعمله ده. وعند أسيل بتصحى من النوم وبتشهق بصدمة لما بتلاقي فهد نايم جنبها بملامحه الرجلية. قالت بخوف وتوتر فهد. فهد بيصحى من النوم وهو بيقول لها في ايه؟ قالت بعصبية وهي بتقوم انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي خلاك تنام جنبي؟ لا بقولك ايه، اوعى تكون بقى فاكر ان انا بحبك بجد ودايبه في دباديبك. لا، لولا بس ان بابا اصر عليا وعشان خاطر الديون اللي عليه لو كنت انا زماني موافقتش على الجوازه دي.
الله، طب ما انت شاطرة اهو، عارفة كل حاجة. اما ليه بقى عمالة تلفي وتدوري من ساعة ما جيتي؟ كمل كلامه وهو بيشدها من شعرها. لمي نفسك بقى، وانت عارفة ان ابوكي عليه ديون وانت بتسديها، او بمعنى اصح كده انا مشتريكي وبفلوسك يا شاطرة، او بفلوسي. سامعة ولا لا؟ هزت راسها.